من السويد إلى جنوب أفريقيا ومن المغرب إلى ماليزيا. تحالف إنساني من أكثر من 30 دولة اجتمع على هدف واحد: الوصول إلى غزة سيراً على الأقدام وكسر الحصار الخانق. ليست مجرد مسيرة، بل قافلة ضمير تمشي على ركام الصمت الدولي لتحمل الغذاء، الدواء والدعم المعنوي إلى من بقي في العتمة. في كل خطوة رسالة، وفي كل نفس تحدي. رغم التحذيرات والقيود قرروا أن يسيروا، لأن غزة لا يمكن أن تترك وحدها. وجهتهم معبر رفح، موعدهم 15 يونيو. لكن الأمل لا يعرف الحدود، فمن كل جهة هناك من يمشي للحق لمنع جريمة الصمت. إلى غزة لا نذهب فقط بالأقدام، بل نحملها في القلب، لأن من يسكت عن الحصار قد يكون شريكاً فيه.